مرحبا بكم في قناة عبدو للقصص. في أرض ليبيا الطيبة، حيث يعانق التاريخ الرمال، ولد صوت قدر له أن يخلد في الذاكرة. هذه حكاية القارئ الشيخ محمد العالم الدوكالي. في عام 1949 وبالقرب من مسلاتة، نشأ الفتى محمد في بيت طيني متواضع، يتنفس التقوى وحب القرآن منذ نعومة أظفاره. بدأت رحلته في الكتاب التقليدي، يخط الآيات على اللوح الخشبي بحبر الصمغ، تلميذاً نجيباً يرسخ كلام الله في صدره. لم يطل به الزمن حتى أتم حفظ كتاب الله كاملاً في سن مبكرة، متميزاً بصوت شجي ونبرة خاشعة تنبئ بمستقبل عظيم. شد الرحال إلى العاصمة طرابلس طلباً للمزيد، فالتحق بمعهد ابن الأرقم، ينهل من علوم الشريعة وقراءات القرآن ليصقل موهبته الفذة. اعتلى منبر جامع مولاي محمد ليصدح صوته بالحق. كانت تلاواته في الصلوات الجهرية تأسر القلوب وتملأ المسجد بالسكينة. لم يتوقف صوته عند جدران المسجد، بل عبر الأثير عبر الإذاعة المسموعة والمرئية، ليدخل كل بيت ليبي مؤنساً للوحشة. كان معلماً رحيماً، يجلس الساعات الطوال يقرئ الطلبة ويصحح تلاوتهم، يورثهم النور بصبر وابتسامة لا تفارق محياه. وخط الشيب وقاره، وازداد وجهه نوراً. ظل الشيخ الدوكالي رمزاً للتواضع، وصوته يزداد عمقاً وتأثيراً كلما تقدم به العمر. اليوم يعد الشيخ الدوكالي أيقونة حية وتراثاً وطنياً، لا يزال صوته يتردد في الآفاق، شاهداً على حياة وهبت بالكامل للقرآن الكريم.